صوت الحكاية، حكايات تروى بصوت الزمن الجميل. يا ترى مين ده كمان؟ قال لي قاعدين يكفيكوا شر الجايين. ستي المكواجي يا ستي. وعايز ايه المكواجي راخر؟ جايب المكوى ومش عايز يديها لي الا لما ياخد فلوس. ما قلتلوش سيدك هيفوت عليه يديه الحساب القديم والجديد؟ قلت له يا ست مش راضي. خلاص وانا هعمل له ايه؟ قولي له اما يجي الاستاذ نقول له والسلام. حاضر يا ست. وبعدين يا ربي هنفضل في الفقر ده لامتى؟ بس لو اعرف ان ربنا هيفرجها قريب كنت استحمل الغلب ده كله، لكن بالشكل ده هموت، هطرشق، هتفرس. ستي مالك يا بت؟ جرالك ايه؟ الساعة بقت 12 ولسه ما طبخناش. ولا طبختيش ليه؟ الجزار ما جابش اللحمة دلوقتي، اروح استعجله؟ لا مش ضروري، سيدك قايل لي انه هيمر عليه وهو خارج الصبح. يمكن ينسى يا ستي. مش ممكن يا مبروكه، ده قايل انه هيدفع له الحساب ويخليه يشيع اللحمه. قال هيدفع الحساب؟ انت متأكدة يا ستي؟ قصدك ايه يا بت؟ ولا حاجة يا ستي، اصل سيدي عمره ما يفتكر يعمل حاجتين مع بعض، دايما يفتكر حاجة وينسى التانية. يعني ايه؟ يعني يمكن افتكر يقول له على اللحمة ونسي يدفع الحساب. ومين عارف، يمكن نسي الاتنين. ما انا برضو بقول كده يا ستي. اهو سيدك جه، روح انتي بقى لشغلك. يا ماما حلوة ومنين جابها، راحت يا نينا عند صاحبها. فايق ورايق قوي. سعيدة يا حبيبتي. سعيدة؟ ما سعيداش ليه؟ الجزار ما بعتش اللحمة لدلوقتي. ازاي الكلام ده؟ مش ممكن. تكونش نسيت تمر عليه؟ نسيت؟ ودي معقولة؟ امال ما بعتهاش ليه؟ مش ممكن، لازم بعتها، بس انتوا مش واخدين بالكم. ابدا، دي حتى البت مبروكة كانت عايزة تروح للجزار تزعق له. لا مفيش داعي، الزعيق ده من اختصاصي انا، حتى مش ضروري الواحد يزعق له خالص، احنا نحتقره علشان ما يتماداش في المعاملة دي. وناكل منين؟ وهو يا ستي لازم ناكل لحمة؟ مش ضروري يا ستي. يعني نطبخ قرديحي، اهو ده اللي كان ناقص كمان. معلش يا سميرة حبيبتي، اهي أزمة وربنا يطلعنا منها على خير. ان كان عليا انا استحمل، لكن البت الخدامة تقول علينا ايه؟ عيب على اللبس اللي بنلبسه، ولا التليفون اللي لسه مركبينه ما بقالوش شهر واحد. التليفون مش مركبينه فانتازية، مركبينه علشان شغل. واحد مؤلف زيي لازم يكون عنده تليفون، واحد يطلب مني قصة، رواية، تمثيلية، يقوم يتصل بيا بسهولة. وهو من يوم ما ركبناه ما حدش طلب منك حاجة إلا الديانة طبعا. قال على رأي المثل، اللي يشوف الباب وتزويقه ما يشوف من جوه نشفان ريقه. معلش يا حبيبتي، كل المؤلفين كده، يوم عسل ويوم بصل. قول يوم عسل وعشرة بصل. إيه؟ ما قلتليش؟ نعم. البت الخدامة هنعمل فيها ايه؟ دي لسانها طويل وهتفضحنا في وسط الجيران. نطردها وناكل احنا على راحتنا. وهو حد لاقي خدامين دلوقتي؟ بقى بذمتك انت فت على الجزار؟ بذمتي فت عليه وقلت له يشيع لنا رطلين لحمة بتلو من المعتبر. ما سألكش على الحساب القديم؟ ابدا، ولا جاب سيرته. مش معقول، امال ما بعتش اللحمة ليه؟ ما انا ما اديتهوش فرصة علشان يسألني. ازاي؟ اصلي ما دخلتش الدكان، مريت بس كده من على الباب وقلت له شيع لي رطلين بتلو على البيت. وبعدين؟ و10 ما يجيبوا رجلي، وبالطريقة دي ما لحقش يكلمني. وهنفضل في الفقر الأزلي ده لإمتى يا جلال؟ معلش يا حبيبتي، بكرة تفرج. والله لو ألاقي حد يشتري مني ال3 روايات الأخيرة دول بحسبة 30 جنيه أنا ما اتأخرش. إزاي؟ ده أنت بتبيع الواحدة ب100 جنيه. أعمل إيه بس يا سميرة؟ الحوجة بتجبر الواحد على كده. ما فتش على دار النشر تشوف عملوا إيه في الرواية اللي قدمتها لهم؟ قصدك رواية الأرواح الهائمة؟ لسه ليه؟ قالوا إن المدير في أجازة وخد الرواية معاه علشان يقراها. حليني بقى على ما يرجع من الأجازة. إيه اللي ما سمعنا على دار النشر دي؟ ما هي ستي أصلها دار جديدة، وكانت عملت إعلان في الجرايد علشان تشتري روايات. ربنا يجعل لك اسمه وتشتغل وياهم على طول. يا ريت يا سميرة، يا ريت. على كل حال الصبر طيب، كل المؤلفين اللي في الدنيا
مرت عليهم أزمات بالشكل ده، من أول شكسبير لغاية جلال المرعشلي اللي هو أنا. يعني كتير على ربنا أوصل للمركز اللي وصل له شكسبير. مفيش حاجة بعيدة على ربنا يا جلال. وبكرة نفتكر الأيام السوداء ونضحك عليها. يا ريت يا جلال. تصوري إن المؤلف العظيم جلال المرعشلي مفيش في جيبه إلا 16 مليم. يا خبر زي بعضه، 16 مليم بس. ايه ودلوقتي بقى قوليلي يا ستي، عندنا أكل إيه؟ اكتب عندك يا سيدي. ياه، هما أصناف كتيرة قوي للدرجة دي؟ أولا كم عود مكرونة سباجيتي يتعدوا على أصابع اليد الواحدة. عظيم. إيه كمان؟ صباع موز معطب فاضل لنا من أيام العز. تلك آثارنا تدل علينا. غيره؟ مش عارفة 3 خيارات ولا 4. نعمة، إحنا هننهب. مفيش حاجة تاني؟ بطاطساية ولا 2 مش فاكرة. دول خليهم لبكرة، نعمل عليهم شوربة خضار. ومبروك. بلاش نطردها، نديها أجازة النهاردة تروح تشوف أمها وتبات عندها، وعلى ما ترجع يكون ربنا فرجها. طب ما هي لسه كانت عند أمها أول امبارح. وماله، هي هتقول لأ؟ دي هتفرح قوي. اعمل اللي تعمله. يا ترى مين ده كمان؟ اللهم اجعله خير. مين يا مبروكة؟ صاب الجزار يا ست. الحمد لله، وأخيرا جت اللحمة. أنا شخصيا أفضل إني أرجعها له تاني بعد اللي عمله ده. اتفضل يا سيدي، الجزار بعت لك الورقات دي. أيوة، ده لازم بيعتذر، لكن أنا يستحيل أقبل عذر أبدا. طب مش تقراها تشوفه بيقول لك إيه؟ يا ست بيعتذر، أنا متأكد. على كل حال اسمعي، الأستاذ جلال المرعشلي نرجو التفضل بدفع الحساب القديم وقدره. تمام زي ما قلت لك، لكن أنا مش هقبل عذر. روح يا بنت قولي له، ولا بلاش أروح أنا. جالك كلام يا ستي، مش قلتلك لازم سيدي نسي يمر عليه؟ يظهر كده يا مبروكة. عملت ايه يا جلال؟ لعنت أبو خاشو. بنت يا مبروكة. نعم. عندك مانع تروحي تزوري أمك وتباتي عندها النهاردة وبكرة؟ ايه، ما أنا لسه جاي من عندها أول امبارح يا سيدي. وماله يا بنت، روحي تاني. لو النبي يا سيدي بلاش. أما أمر غريب صحيح، حد يرفض النعمة، قصدي حد يرفض الأجازة. أصل اتخانقت معاها يا سيدي ومخصماها. إزاي حد في الدنيا يزعل أمه؟ لازم تروحي تصالحيها وتباتي عندها يومين. طب روحي شوفي مين. حاضر يا سيدي. يا ترى مين ده كمان؟ يا رب يا ساتر، استر يا كريم، ما تفضحناش يا رب. مين يا مبروكة؟ ايه ده يا بنت اللي انت جايباه ده؟ سيدي ايه ده؟ سيدي ايه ده؟ سيدي ايه ده؟ ثانية يا سيدي وفيها ديك رومي محمر. بتقولي ديك رومي محمر؟ بتاع مين ده يا بيت؟ بتاع الشقة اللي قدامنا يا ستي، نمرة 12. طب واحنا مالنا ازاي؟ حطي يا بنت على الترابيزة. شوف يا ست، اصل يا ست صاب الفران جابه وبيقول انه قاعد يدق جرس الشقة ما حدش رد عليه، وترجاني اخليه هنا لحد ما يجوا من بره وبعدين اوصله له. لكن روحي قولي له طيب يا بنت. حاضر يا سيدي. سميرة انت بتبصي للديك كده ليه؟ ابدا، نظرة بريئة والله العظيم. كلام فارغ، انا فاهم قصدك ايه. ابدا والله ما انا قصدي. كدابة، انا فاهمك زي ما انا فاهم نفسي تمام. ابدا، انا بس بستغرب على الدنيا. ما انا بستغرب زيك. اللهم اخزيك يا شيطان. ما شيطان الا البني ادم. على كل حال المسألة فيها غلط. الديك الرومي ده ما هواش بتاع الشقة اللي قدامنا نمرة 12. وايه اللي عرفك؟ علشان السكان اللي قدامنا سافروا بلدهم النهاردة الصبح، ومش معقول يبعتوا الديك يتحمر ويسافروا. لا، لازم فيه غلط ضروري. امال يبقى الديك بتاع مين؟ مش عارف. على كل حال المسألة دي ما تهمناش، اللي يهمنا ان دي نعمة بعتها لنا ربنا ولا يصحش نرفضها. لكن مش حرام ناخد حاجة ما هيش بتاعتنا؟ حرام ازاي؟ افرضي ان فيه فرخة من فراخ الجيران نطت على السور وباضت عندنا، تبقى البيضة بتاعت مين؟ بتاعت الجيران. كلام فارغ، لانها باضتها عندنا احنا، تبقى بتاعتنا احنا. وهو الديك زي البيضة؟ مش زيها ليه؟
هو كان الأول بيضة، وبيضة كبيرة جدا كمان. انت عاوز تبرر اكلك للديك والسلام. أبدا. ثم إننا لو رفضنا النعمة اللي هبطت علينا من السما دي يبقى كأننا بنعاند الأقدار. إيه قيمة مخلوق ضعيف زينا لما يعارض الأقدار؟ طبعا لازم يستسلم لها، وإلا ما يبقاش عنده إيمان. دي حاجة. والحاجة التانية؟ الجماعة اللي ساكنين في الشقة اللي قدامنا سمعتهم بيقولوا إنهم هيرجعوا بعد شهر. عايزانا حضرتك نحنط الديك لحد ما يجوا. لكن انت قلت ان الديك ما هوش بتاعهم. يبقى أحسن، على الأقل ما حدش هيجي يسأل عنه. وليه ما نسألش على أصحابه ونشوفه بتاع مين؟ بعد ما نتغدى بيه باسألي زي ما انت عايزة. ازاي؟ السؤال يكون دلوقتي. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ عايزانا ندور ندلل في العمارة نقول يا اخوانا يا اصحاب الديك تعالوا خدوه، وديك الساعة يتسابقوا عليه كلهم ويدعوا انه بتاعهم علشان يلهفوه، على رأي المثل جحا اولى بلحم طوره. ايوه بس ده ما هوش طوره. امال طور مين؟ طور اصحابه. مبروكة. عايزة مبروكة ليه؟ تلف على الشقة وتشوف الديك بتاع مين. نعم يا ست. استنى انت يا سميرة. اسمعي يا مبروكة. نعم يا ست. اسمعي يا مبروكة. نعم. الديك الرومي اللي انت جبتيه ده عمل لنا اشكال قانوني. اشكال قانوني؟ يعني ايه يا سيدي؟ يعني قضية وفيها حكومة وبوليس ونيابة وحبس وسجن. هي حصلت يا سيدي؟ يا ريت كده وبس. ايه كمان يا سيدي؟ طبعا انت عارفة ان البلد فيها قوانين. قوانين بتحتم على الشخص انه ما يتسترش على الجرائم. جرائم ايه يا سيدي؟ ما تخوفنيش. دلوقتي لو واحد جابلك قتيل وقالك خبيه عندك، ايه اللي يجرى؟ اروح في داهية. مظبوط. ولذلك احنا عايزين نتخلص من القتيل اللي جبته لنا. قتيل؟ هو فين القتيل ده يا سيدي؟ اهو ده اللي قدامك. لكن ده ديك رومي مذبوح ومحمر، يعني قتيل. ولذلك عايزك تخبطي على الشقة نمرة 12 اللي قدامنا، وبعدين تخبطي على الشقة اللي تحتها نمرة 10 حاضر. واللي قدامها نمرة 9 وتسألي السكان اللي فيهم إذا كان الديك الرومي بتاعهم ولا لا. حاضر يا سيدي. تعالي هنا. اوعي تقولي لهم انه ديك رومي محمر، احسن يطمعوا فيه. قولي لهم ديك وبس. لكن ده ديك صغير يا سيدي، لكن ده كبير قوي. صغير بالنسبة للنعامة. انت ما تعرفيش النعامة؟ اعرفها يا سيدي، شفتها في جنينة الحيوانات. تقولي لهم ديك جنسه ايه؟ ديك صغنطوط. عليكي نور. اهو كده هيفتكروا انه كتكوت. يلا يا شاطرة اوعي تاخديه معاكي. حاضر يا سيدي. يلا. اهو دلوقتي الواحد ضميره يستريح. يا شيخة، هو الجعان يبقى عنده ضمير؟ الله، انت زعلت يا جلال؟ طبعا زعلت. دي ما تزعلش. ايه ازاي تطير النعمة من ايدينا ولا زعلش؟ على كل حال فيه امل كبير ان الديك ده هيكون من نصيبنا ان شاء الله. وايش عرفك؟ سكان الشقة اللي قدامنا مسافرين زي ما قلت لك، وبتوع الشقة نمرة 10 اللي تحتيها ما فيش حد فيها، فاضية من اول الشهر. والشقة نمرة 9 ساكنها واحد عازب، هيجيب ديك رومي يعمل بيه ايه؟ وسكان الشقة 13 اللي هم احنا يجي لهم الخير لحد عندهم ويرفضوه عشان حرام. ومش حرام نموت من الجوع. على كل حال انا خلاص نفسي نسدت عن الديك الرومي ده. عملت ايه يا مبروكة؟ سيدي نمرة 12 ما فيهاش حد. عظيم. ونمرة 10 لسه ما سكنتش. الحمد لله. ونمرة 9 فيها واحد عازب، اول ما شافني راح مكشر ورزع الباب في وشي. كتر خيره. ونمرة 11 بيقولوا مش عاوزين ضيوف. الحمد لله على كده. خدي بقى الصينية بالديك الرومي وحطيها في الفرن بتاعنا احسن زمانها بردت. حاضر يا سيدي حاضر. مبسوطة بقى يا ستي؟ الأقدار غلبتنا غصب عني وعنك. بس كنا هنعمل ايه يا جلال؟ كنا الديك كان زمانه انهضم من ساعتها. والخدامة تقول علينا ايه؟ سيبيها لي انتي ولا لكيش دعوة. بنت يا مبروكة. نعم يا سيدي. اتضح بعد البحث والتحري اللي كان على يدك ايوه ان الديك الرومي بتاعنا. بتاعنا؟ ايوه. فاهمة ولا لا؟ فاهمة يا سيدي. الواحد بس يقول ايه يا اخواتي. ونصير كده حديكي حتة من الصدر. صدقتي بقى انه بتاعنا؟ مش بتاعنا زي يا سيدي. ده انا شارياه بنفسي من السوق، وانا اللي موديها الفرن يتحمر. بتقولي لي انا الكلام ده؟ قولي لستك احسن، مش مصدقه. يلا بقى روحي اقفي قدام الفرن احسن الديك يتحرق. يتحرق؟ الف بعد الشر عليه، ان شاء الله العدل اللي يتحرق. جلال. نعم. عايزه ايه تاني؟ انا جعت خالص،
جعت لدرجة إن أصبح ما عنديش ضمير بالمرة. دلوقتي ناكل يا حبيبتي. خايفة بعد ما أشبع يرجع ضميري ينقح عليا تاني. ابقي خديلك قرصين تسكين. نفسي محدش يسأل على الديك الرومي لحد بكرة. ما تخافيش، بعد ساعة واحدة هنكون تخلصنا من الدليل اللي ضدنا، وبعد ساعتين هنكون هضمناه. هو جرس الباب ده مش هيسكت أبدا. لازم جايين يسألوا على الديك. ما تخافيش، سيبي كل حاجة عليا أنا. جلال، إيه؟ أنا حسول. لا لا شدي حيلك. أمال في إيه يا بنت يا مبروكة؟ ده واحد جاي من الفرن وبيسأل على الديك يا سيدي. خليه يجي هنا. يا عم تعال كلم سيدي يا عم. لا مؤاخذة، أصل إيه وفصل إيه؟ تبعتوا لنا الديك الساعة 1:30؟ أمال هنتغدى إمتى؟ لكن أنت ذنبك إيه؟ يظهر إنك راجل طيب، ولذلك أنا هديك بقشيش. خد 16 مليمة هم، هاتلك بيهم 4 سجاير. لكن انا متشكر قوي يا فندم، بس انا جاي عشان الديك. ماله الديك؟ الواد الصبي كان جايبه علشان الشقة اللي قدامك. إزاي الكلام ده؟ ما قلتوش ليه من الأول؟ ثم أنا مديك البقشيش علشان اصل الواد إيه؟ الصبي غلط. ومين في الدنيا ما بيغلطش؟ على كل حال احنا مسامحينه زي بعض. ونعمل ايه في سكان الشقة اللي قدامكم؟ انا عارف يا اخي. على كل حال هم مسافرين، روح شوفهم حتى. حاضر يا فندم. مع السلامة. ما تنساش تجيب لي نفسك السجاير. طيب. بقى مش حرام عليك يا جلال تعمل في الراجل كده؟ وانا عملت فيه ايه؟ قليل المطرد وصاحب الفرن بعد الحكاية ما دي. يطردوا يا ستي، واحنا مالنا؟ هنعتل همنا وهم غيرنا؟ برضه حرام. خليك انت مسكالي في الحرام والحلال لحد ما الديك يضيع من ايدينا. اعملي معروف، مالكيش انت دعوة بالموضوع ده وسيبيني اتصرف. اهو الراجل بتاع الفرن رجع لك. عملت ايه؟ ولا حاجة، يظهر انهم مسافرين صحيح. قعدت اضرب الجرس الشقة ما حدش رد عليا. روح قول لهم كده في الفرن. لا يا عم، انا خلصت شغل ومروح على طول. طب مع السلامة. ما تنساش تشتري ال4 سجاير. سلام عليكم. وعليكم السلام. كل ديك وانت طيب. يعني ما لقيناش الا الراجل الغلبان ده عشان نضحك عليه. احنا ما ضحكناش عليه، هم بتوع الفرن اللي ضحكوا علينا. ازاي؟ علشان جابوا لنا حاجة ما هياش لينا، ولذلك لازم يتعاقبوا. يتعاقبوا؟ طبعا. تمام، زي واحد يحط حتة مخدر في جيب التاني. مين اللي يتعاقب؟ اللي حط المخدر ولا اللي اتوجد في جيبه المخدر؟ لا، اللي حط المخدر. اديكي قلتيها بلسانك. اللي جابوا الديك الرومي عندنا هم اللي لازم يتعاقبوا. يظهر اننا مش هنخلص من المشكلة دي. الدور ده مش هيسيبونا الا لما ياخدوا الديك معاهم. سيدي ايه يا بنت؟ الافندي اللي ساكن في الدور التحتاني خالص. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. أنا اسمي طلبة عبد المطلب أبو طالب. أهلا وسهلا. ساكن معاكم في العمارة في الدور التحتاني. الدور التحتاني؟ أيوة، شقة نمرة 2. أفندم، عايز إيه أنت كمان؟ بس سمعت إن عندكم تليفون وتليفوني معطل، لو تسمحوا. التليفون. اتفضل يا فندم بكل سرور. ما قلتش كده ليه من الأول؟ تحب أجيب لسيادتك دفتر التليفون تطلع منه النمرة؟ لا متشكر، أنا عارف النمرة. ألو الفرن. أنا الأستاذ الكبير طلبة عبد المطلب أبو طالب، صاحب الديك الرومي. الديك الرومي؟ الديك بتاعي ما وصلنيش لحد دلوقتي. جلال. سميرة. ألو، بتقول الصبي وداه لسكان الشقة نمرة 12؟ وأنا ذنبي إيه يا أخي؟ غلط في الشقة، اعرفوا شغلكم، اتصرفوا، وإلا هضطر أبلغ البوليس. بوليس؟ هي حصلت. أنا متشكر جدا يا أستاذ. اتفضل. إيه دول؟ 3 تعريفة تمن المكالمة التليفونية. لا عيب يا فندم، ما يصحش، ده احنا جيران. أشكرك. العفو يا فندم. تصور حضرتك. أيوة يا فندم. إن الفرن يضيع ديك رومي. أما فرن قليل الأدب صحيح، ديك كبير طبعا ب2 جنيه، ولذلك إذا ما وصلنيش في بحر نص ساعة هبلغ البوليس. على إيه بوليس؟ الحكاية ما تستاهلش. أفندم، ما تستاهلش إزاي يا هانم؟ ده ديك رومي مش عصفورة. على كل حال اسأل حضرتك سكان الشقة اللي قدامنا. هي نمرة 12؟ أيوة نمرة 12. وتفتكر يعني الديك هيستنى لدلوقت؟ زمانهم طفحوه. لا والله، ده لسه بحاله ما حدش داقه. ايه
وايه اللي عرفك؟ طبعا مش هياكلوا حاجة ما تخصهمش. مظبوط. هي الدنيا بقى فيها امان يا هانم، الناس ما بقاش عندهم ذمه. مش كلهم يا أستاذ، مش كلهم. على كل حال انا هروح اسال سكان الشقه اللي قدامكم. اوف، ده ما كانش ديك. جلال، نعم. أنا ضميري ابتدى ينقح تاني. ايه العمل دلوقتي؟ مفيش غير إننا نقول الحقيقة. يا خبر باين، بعد كل اللي عملناه ده عايزانا نقول الحقيقة؟ ما احنا الأول ما كناش عارفين صاحب الديك مين، لكن دلوقتي عرفنا. يعني تضيع علينا الأكلة كده؟ أفضل إنها تضيع علينا ويبقى ضميرنا مستريح. بس المهم هنقول لطلبة على الحقيقة ازاي. سيبيلي الموضوع وانا اتصرف. الجماعه اللي في الشقه اللي قدامكم ما بيردوش، البواب بيقولوا انهم سافروا البلد من الصبح، معنى كده ان الديك ما وصلهمش، مش كده ولا ايه؟ كده يا فندم كده. الله، الديك الديك الله، الديك الرومي بتاعي فين يا اخي؟ انا مش شامم حاجه ابدا. شم كويس. غريبه، جات لنا منين الريحه دي؟ اما اروح اشوف. شمي معايا يا هانم. فعلا انا شم ريحه حاجه بتتحمر، وديك رومي بالذات، ديكي انا. وليه ما يكونش فرخه ولا وز؟ لا 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 لا، انا متاكد انه الديك الرومي. شمي كده. لك حق يا استاذ طلب عبد المطلب ابو طالب. لقيته؟ ايوه، تصور انه كان عندنا من الصبح ولا احناش دريانين. ازاي؟ ايه اللي جابه عندكم؟ الواد صاب الفرن جابه من ساعتين وطلب من الخدامه بتاعتنا تخليه عندنا لحد اصحاب الشقه اللي قدامنا ما يرجعوا. ولا قالت لكوش الخدامه؟ ابدا، انا ما عرفتش الا دلوقتي حالا. تصور اني دخلت المطبخ لقيتها حاطه الديك في الفرن علشان اصحابه لما يجوا يلاقوه سخن. الحمد لله اللي وقع في ايديكم، لو وقع في ايدين ناس غيركم كان زمانهم كلوه. قول هضموه. ولذلك بقى انا عازمكم على الغدا عندي النهارده، ناكلوا سوا، لاني كنت عازم جماعه قرايبي واعتذروا من شويه. ايه رايك يا سميره؟ لكن يا جلال الاكل اللي عندنا يبوظ. ارجوك يا هانم ما تعتذريش، سيبيه للخدامين، دي مناسبه لطيفه علشان نتعرف ببعض. اسم سيادتك جلال؟ ايوه يا فندم، جلال المرعشلي. ها؟ جلال المرعشلي؟ ايوه. انا سمعت الاسم ده او قريته قبل كده. ايوه يا فندم، انا مؤلف. يو بس افتكرت، حضرتك مؤلف روايه الارواح الهائمه. الله، لكن ايه اللي عرفك؟ دي لسه ما اتنشرتش. ما انا عارف، اصلي انا مدير دار النشر اللي قدمت لها الروايه دي. اما صدفه سعيده صحيح، احنا لنا الشرف يا استاذ طلبه. وحضرتك قريت روايه جلال؟ قريتها وقدرت لها 200 جنيه حتى الشيك بتاعه لسه في جيبي، كنت هبعته له النهارده. 200 جنيه قليلين؟ لا ابدا، كويسين خالص، بس لا يمنع على الشيك. اتفضل اهو. وريني كده يا جلال. ادفعوا لحضرة الأستاذ جلال المرعشلي مبلغ 200 جنيه مصري. جلال، أنا بحلم. لا يا حبيبتي، أنا اللي بحلم. لو تسمح بقى يا أستاذ جلال تخلي خدامتك تنزل لنا الديك الرومي على الشقة بتاعتنا أحسن، أنا مت من الجوع خلاص. ومين سمعك؟ بنت مبروكة. نعم يا سيدي. طلعي الديك الرومي من الفرن ونزليه لشقة الأستاذ طلبة. ليه كده يا سيدي؟ بص اخرسي، نايبك في الصدر محفوظ. صوت الحكاية، حكايات تروى بصوت الزمن الجميل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم أجمل الحكايات بصوت الزمن الجميل. دمتم بكل الخير.